يفتقد لمجهود عبد الله شلال، وبالتالي نشاهد الخيالة الماضية. ليث يحول كرة لصالح راتب ومرور رائع من صالح، محاولة في منتصف أرضية الملعب. تسعة أهداف وتسجيله أيضا في المباراة الماضية، وضع في طبعا الانفراد بصدارة الهدافين خلف مهدي حميدان الأقرب في محاولة شرقاوية خطيرة. صالح راتب الآن، صالح يحاول كرة إلى يوري. فقط الدوري أكبر النتائج منذ عام 2000 كانت من نصيب النادي الأهلي في مبارتين متتالية، في مبارتين 1-0 فاز الرفاع الشرقي في المباريات الماضية، عدا ذلك لم يسجل أي انتصار. كرة تتحول إلى الجانب الأيسر الآن. طبعا يعتبر الرفاع الشرقي من الفرق الأكثر مسابقة الدوري عند الجولة 12 عالية للأمام، بينما الآن في ختام هذه الجولة، ختام الجولة 12 في مباريات القسم الثاني، الراتب حولها للأمام، لكن حكم اللقاء يعيدها. لو فقط حكم اللقاء يعطي فرصة باستئناف اللعب، ربما صالح راتب لم يوقف الكرة في المكان المناسب، لكن الكرة كانت متحركة ربما، وبالتالي حكم اللقاء الحكم المتواجد أيضا محمد صالح راتب، وكرة ثابتة للرفاع الشرقي. تبدو المحاولة الأخيرة والذهاب إلى غرف التبديل بالتقدم في شوط المباراة الأول. فرصة خطيرة لكن تصد علي ناصر. صالح راتب الآن، صالح خلفية، ليث يحول كرة، لمسة لصالح راتب، مرة ثانية خطيرة للرفاع الشرقي. صالح راتب خطيرة الآن، ركنية أنقذها إبراهيم لطف الله. خاطفة كانت من صالح راتب، كانت أن تكون كرة 1-0. هذا اللي يبحث عنه الرفاع الشرقي، الأخطاء الدفاعية. مرة ثانية صالح راتب، مرة أخرى تدخل لعلي ناصر يمرر المحاولة لصالح راتب، شرقاوية من خارج منطقة الجزاء. صالح يمرر لكرة إلى ليث، فرصة تسديدة إلى علي. صالح الآن وتمريره داخل منطقة الجزاء إلى مؤيد العجان، خاطئ الكرة إلى منتصف أرضية الملعب. المدرج الأهلاوي هو أيقونة المدرج الأهلاوي. كرة تتحول مرة أخرى، فرصة للرفاع الشرقي الآن، محاولة سامي